السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسيدنا محمد. النهارده بنت قالت لي يا ماما ايه، ما عندناش اي حاجه كده. قالت لي ايه، ما تقومي تعملي لنا شويه محشي بصل. قلت لها والله فكره. جبت البصل، كام بصلايه كده وفرغتهم. انا ما بحبش اسلقهم، بتبقى طريه قوي. انما دي بتبقى جامده وماسكه نفسها وحلوه وبتطلع زي الزبده في قلب الاكل. فرغتها. دي حته خضره. فرغتها ورحت ايه، عامله شايله واحده واحده كده بالراحه، وببقى ايه قطعها من النص كده. وعندي شويه فلفل احمر، على فلفل اصفر، على فلفل اخضر اهو، زي ما احنا شايفين. وعامله الخلطه بتاعتي، وكلكم شاطرين وبتعملوا الخلطه، بس عملتها بقى ايه، ني في ني عشان الحر اللي احنا فيه. ربنا يرحمنا برحمته. وعملت، جبت بتاع ده الرز، غسلته وحطيت عليه الخضرة. والخضرة كمان كنت ايه، قالت لي ده احنا ما عندناش خضرة. قلت لها لا، ده انا ايه حاطة في قلب الفريزر. وجبت الخضرة بتاعتي، وعندي الأحمر اللي انتوا شايفينه ده فلفل شطيطة حمراء على برد، وعاملاها برضو في قلب الفريزر. وحطيت زيت زيتون. حابه تحطي زيت، تحطي سمنه، اللي انت ايه حابه تعمليه. والتوابل اللي عندي كلها، كمون، على كزبره، على ملح، على نعناع. وبحب اكتر من النعناع شويه. على ايه تاني، على التوابل بقى، اذا كان عندك توابل حطي التوابل اللي هي بتاعه الفراخ او كده، حطي عليها برضه. وحطيت برضو شويه ايه كركم. وقلبت الخلطة كلها. انا دعكت البصلة بالتوابل عشان ايه، تاخد من التوابل وتنزل العصارة بتاعتها. وعصرتها ورحت مقلبة ايه الرز فيها كده. وبعدين هبدأ انزل ايه يعني هي شكلها كده لوحدها تحفة، والريحة بتاعتها جنان. هبقى أبدأ انزل بقى بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبها. طبعا الخلطة دي لكل المحاشي يا حبيبتي، لكل المحاشي وللممبار كمان، الحشو الممبار. بس انا مش مسبكه لها، انا مسبكه شويه طماطم على بتاع ده، على بصل. يعني البصل اللي انا دعكته في قلب الحاجه دي، في قلب الخلطه، حطيته مع شويه زيت على النار، يا دوبك اتشوح كده. رحت حاطه فوقيه الايه، الصلصه. دول ايه، هقول لك دول ايه. بعد ما بخلص بقى المحشي وبرصه في الحله او بترصيه في قلب الصينيه، بتجيبي معلقتين من الصلصه دول وبحطهم فوق الايه، فوق الوش، وبنزل عليهم بقى ايه بالشوربه. وبصراحه احنا هنعملها ني وايه، وبدون لا فراخ ولا لحمه ولا اي حاجه. هتقولي طب فين الشوربه؟ انا عندي الشوربه، عندي الشوربه. كنت سالقه فراخ وعامله فراخ، وبعدين ايه الشوربه بتاعتها. هي اكله طارئه كده. هبدا بقى ايه، اروح ايه وهحشي. وبعد ما احشي بقى ان شاء الله باذن الله هوريها لكم. حطيت لها حاجه على الترابيزه، ودي القعده بتاعتي. بحب اقعد بقى هنا قدام المروحه، عشان ايه المطبخ صهد وحر، فما ينفعش ان انا إيه اقعد فيه. انا دلوقتي بشر عرق، بس ايه مش قادره والله. فلما بخرج في الصاله وبقعد هنا جميل كده وقدام التلفزيون، وابدا ايه احشي. دي القعده بتاعتي والصواني ايه اللي انا هحشي في قلبها. انا مش هحط في حله، هبدا احط ايه في هحشي في الصواني. واما اخلص ان شاء الله هوريها لكم. شايفين بسم الله ما شاء الله، حشيتهم اهو. وده البصل اللي اتبقى الصغير، رحت مقطعه حتت كده وايه،
وغطيت بيه البصل. ابدا اجيب بقى الصلصه اللي انا عاملاها مسبكاها حتت كده. احلى بقى بصل تاكليه محشي. بس وهحط بقى الشوربه. شايفين الشوربه دسمه ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. يعني نص البصلايه كده، واعلق عليهم بقى وابقى ايه هما يخلصوا هوريلكوا باذن الله. سلام. شايفين بسم الله ما شاء الله خلصت الصينيه اهي. وعملت جنبها شويه سلطه ومخلل. وبألف هنا لله ياكل. واقول لكم ايه، اترككم في رعاية الله وامنه وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرز مفلفل فيها وجميل، دقت واحدة قبل كده.